السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين في منطقة جراند بازار. جراند بازار هو اللي ورانا ده. احنا رايحين دلوقتي في اتجاه شمبرلي تاش. اتجاه شمبرلي تاش هو الاتجاه اللي باين ده. هناخد جولة لحد محطة شمبرلي تاش، ابتداء من محطة بيازيت اللي هي ورايا في الصورة دي محطة بيازيت استاسيون، محطة ترامفاي، وان شاء الله الجولة تعجبكم. احنا دلوقتي في الساحة بتاعت بيازيت قدام مدخل الجراند بازار، وادي محطة ترامفاي بيازيت. مدخل الجراند بازار من هنا، من الشارع الضيق الصغير ده، وله كذا مدخل كمان، وله مدخل بعد محطة الترامفاي كمان على اليمين. هنتمشى دلوقتي في اتجاه تشمبرلتاش، ناخد جولة حرة كده، نشوف المحلات دي فيها ايه والاسعار عاملة ازاي. هنا طبعا بيتباع حاجات كتير جدا، بيتباع حاجات كوبي زي ما احنا شايفين كده، شنط كوبي كتير، انواع كتير. وهنلاقي ناس فرشه، وهنلاقي حاجات كتير. وادي الترام معدي اهو. المنطقه دي طبعا من المناطق القديمه جدا، منطقه اثريه. ده بيبيع جواكت، وهتلاقي فيه كمان فضه. منطقه قديمه واثريه جدا، فضه كمان اهو. برفانات، طبعا الترام. وفي هنا تدخل برضو تلاقي فيه محلات شنط، وتلاقي فيه برضو حاجات كوبي زي كده، شوزات كوبي. kolay gelsin. كله على خط الترام. اكسسوارات زي كده. طول ما انت ماشي طبعا هتلاقي حاجات اثريه جدا. جامع شريفيه، جامع شريف، بقول لك من سنه 1119 هجريه. وممر وتخش تلاقي برضو ايه بازار ومحلات. وهنا هو مدافن الناس مدفونه هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتم السابقون ونحن اللاحقون. طول ما انت ماشي في المنطقه دي عموما بتلاقي مساجد واماكن قديمه جدا، وهتلاقي في معظمها ناس مدفونه برضو، ناس يعني ناس من الناس القديمه بقى، البشوات والعثمانيين بتوع زمان وكده. حافظ مصطفى طبعا فروعه في كل حته. حافظ مصطفى موجود هنا. الشوارع اللي على الشمال دي كلها اسواق فضه وورش فضه وتجاره فضه بالجمله. كل الشوارع اللي على شمالنا دلوقتي، احنا دلوقتي في ظهرنا بيازيت ورايحين على محطه شمبرلي تاش، وماشيين جنب الترامفاي اهو. منطقة أثرية وجميلة. طول ما أنت ماشي تلاقي هو الباقي. كوجا سنان باشا ترباسية. كوجا سنان باشا كان مدفون هنا، دي التراب بتاعته. هو كاتبين هنا اهو بالتركي، وكاتبين كمان بالانجلش تحت، اللي حابب يقرا يعني.
سنان باشا مدرسة سي. مدرسة سنان باشا هي مدرسة وهو اتدفن فيها يعني. اه حاجات كلها أثرية وقديمة جدا بقى، ال 600 سنة ولا 700 سنة ولا 500 سنة وحاجات كده. كل ما احنا ماشيين زي ما انتم شايفين كده وصولا إلى محطة. هنا في محلات جزم كتير في المنطقة دي، زي محل الجزم اللي قدامنا ده هنعدي له دلوقتي بعد الترام ما يعدي نوريه لكم. دي حاجات جزم جلد طبيعي كلها، عشان كده غالية شوية 650. جلد طبيعي ورياضية في نفس الوقت. يعني هنا بنقول عليها في تركيا اورتوبيديك. اورتوبيديك يعني ايه؟ يعني طبية، يعني مريحة جدا. اورتوبيديك يعني طبية مريحة. دي كلها حاجات جلد طبيعي وحاجات كلها صناعة تركية. اللي حابب ياخد جزم جلد طبيعي وهيلاقي كمان مقاسات خاصة هنا 45 و 49. حاجات هاف بوت كمان جلد طبيعي. والجميل ان هم حاطين الاسعار، فدي بتبقى حاجة لطيفة، مش محتاج تسأل كل شوية عن الاسعار. وبيبيعوا مفرد وجملة كمان. حاجات تحفة بصراحة. ده محل من ضمن المحلات اللي موجودة في المنطقة دي. الدولار اهو 18.51 النهارده. محل من ضمن المحلات اللي في المنطقة دي اللي فيها محلات جلود كتير جدا، وطبعا محلات فضة زي كده. كمان هنلاقي محلات فضة كتير، كل الأذواق وكل الحاجات موجودة. طبعا الترامفاي معدي كل شوية. هنعدي الناحية التانية تاني، في هنا فرع ستاربكس اهو. هنعدي الناحية التانية عشان الناحية التانية فيها محلات أكتر. كنت بس موريكم محل الجلود ده. فضة برضو، محلات فضة كتير جدا 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 جدا. أذواق حلوة. شكرا. هي المنطقة مشهورة بالفضة اهو. كل اللي على الشمال ده محلات فضة، كل ده. وكل الشوارع اللي على كل الشوارع اللي على شمالي كلها محلات فضة، بس معظم اللي جوه في الشوارع دي جملة وورش، يعني مصانع صغيرة بتصنع فضة واكسسوارات طبعا وحاجات زي كده. او فضة فضة. في حاجات زي كده اللي هي المشكاهات بقى، المشكاه، الحاجات اللي هي وحدات إضاءة شكلها جميل. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol abi. Lamba verelim abi sana. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. teşekkürler. ده بيبيع حاجات أخشاب وعطارة، أدوات
مصنوعة من الخشب كلها. فضة برضو. اهو كله حاجات اثريه. غازي اتيكالي باشا جامي، جامع غازي باشا، هو ده. دي حنفيه بتبقى كده في الطريق، كانوا بيعملوها سبيل زمان اهي. في محل جزم برضو هناك اهو الناحيه الثانيه، احذيه يعني، شوزات يعني. هنعدي الناحيه الثانيه نوريكم المحلين دول، واحنا وصلنا تقريبا عند محطه شمبرلي تاش خلاص. كل محل عامل تشكيله مختلفه، بس حاطين الاسعار ومريحين نفسهم. كل ده ب 1100، 1099، 990. حاجات برضو كلها جلد طبيعي وحاجات فخرة، بس اغلى شوية من المحل اللي احنا كنا فيه من شوية. دول مش كاتبين عليهم سعر. ده المحل ده فيه حاجات بقى ايه يعني كلاسيك اعتقد اكتر شوية، كاتبين برضو الاسعار، وحاجات شاموهات وكله جلد طبيعي اهو. حاجات حلوة وجلد طبيعي. كلها جالسة. احنا وصلنا كده عند محطة شمبرلي تاش، دي محطة ترامفاي شمبرلي تاش. برضو هتلاقي هنا برضو فضة، حلات فضة. حلات الفضة هنا ما بتخلصش يعني. وده برضو محل بتاع لبس. جراتس هنا بتاع بتاع ادوات التجميل والميك اب. برضو كوتشيات هنا واحذيه شوزات. حاجات برضو ده يمكن اسعار قليله شويه، وحاجات يعتبر عاديه يعني. $1790. لا مش اسعار طلعت اغلى، انا ما كنتش واخد بالي. ده 4 ارقام، 2350. حاجات عاديه بقى زي دي حاطط عليها 750 600. دي المحطه جنبنا. طبعا طول ما انتم ماشيين هتلاقوا بقى مطاعم حتى بتبقى حاطه الاسعار بالشكل ده، وموقفين الراجل الجميل ده كولا جالس عشان يكلم الناس، وعامل قائمة اسعار هي هايلة. كولا جالس هي شله. فاروق اللولو ده بتاع بقلاوة حلويات. كل انواع البقلاوة. ده يا نصيب، بيشتروا يا نصيب، ورق يا نصيب عشان راس سنة. ده عمود شمبرلي تاش.
عمود شمبرليتاش ده له قصة. قبل ما يفتحوا القسطنطينية كان العمود ده طوله 50 متر، 50 متر كاملين، وكان فوقيه تمثال للسلطان قسطنطين قبل الفتح الإسلامي، يعني قبل ما السلطان محمد الفاتح يجي. وبعدين طبعا لما فتحوا القسطنطينية اللي هي اسطنبول طبعا هدوا التمثال بتاع السلطان بتاع قسطنطين واتبقى العمود. وحصل بعدها بكام 100 سنة كده حريق في المنطقة دي، والعمود ده اتحرق، فأصبح في الآخر شكله بالشكل ده. وكمان هو كان طوله 50 متر، فهو دلوقتي قل كتير نتيجة تقريبا الحريق اللي حصل. احنا دلوقتي في ساحة شمبرليتاش، وادي العمود اهو من تحت. الجراند بازار شغال لحد هنا، يعني في مدخل الجراند بازار هنا برضه. في هنا مدخل للجراند بازار برضه. الصرافات طبعا في كل حتة. وفي هنا كمان في اسطنبول في صرافات للكريبتو اللي هي البيتكوين وبقيه والاثر والحاجات التانية دي. يعني دي صرافه كريبتو بس، تبدل كريبتو بس وتشتري كريبتو بس. يعني عندك بيتكوين عايز تبيع عايز تشتري اهو، تدي لك دولارات مكانها او ليره مكانها. لو عندك بيتكوين، عندك اثر، عندك اي عملات كريبتو، ممكن تبيع وتشتري هنا. ودي ساحه شمبرليتاش. ادي محطة المترو، الترامفاي، ودي العمود بتاع شمبرليتاش. نتمنى تكون الجولة عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك وتشجعونا عشان نعمل لكم فيديوهات احسن ان شاء الله، ونعمل لكم جولات من اماكن تانية باذن الله. ويا رب تكون الجولة عجبتكم، وتحياتي ليكم، محمد سالم. السلام عليكم.